مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا كنت برا ولسه جايه وقاعده بقى زهقانه، قلت بقى ايه اعمل معاكم الروتين بتاعنا اللي هو عملنا ايه وكده. فكنت برا وكده، كان عندي زي اسمها مش ديش بارتي، لان انا ما عملت يعني ديش بارتي. كان عندي ديش بارتي، كان حد عازمني على ديش بارتي، كل حد يعمل حاجه كده. بس انا كنت معزومه على الغدا يعني، وانا اللي عملت الكيكه. بس انتي فين يا غادة؟ مش بتصوري ليه؟ مش هقولكم. والله يا جماعة، الناس اللي بتسألني يا غادة انتي فين يا غادة، فينك يا غادة؟ استنى بس، الاسدال ده زهقني مش عارفة اعدله. ببص بقى ميزة اللي هي الفيديوهات اللي بتبقى ايه العفوية دي كده بقى، انتوا بتعيشوا معانا اللحظات يعني. بقالي طبعا يومين ما ظهرتش. آه، بصوا الاسباب كتير يعني، او مبدئيا كده اللي هو ان لبدنك عليك حق. كنت تعبانه جدا جدا، كنت جايه على نفسي جامد الفتره اللي فاتت، وكنت ببقى تعبانه وبصور مش عارف ايه وانزل وكده، فتعبت قوي. ما كنتش ما كنتش قادره بصراحه ان انا اعمل اي حاجه غير ان انا افضل متنحه على السرير يعني. آم، بس الحاجة التانية، عارفين يعني انا طبعا عندي ثقة في ربنا، وعارفة ان احنا لازم نصبر على النجاح وكل حاجة وكده. بس اي حد بيجيله فترة كده، بتجيله احباط، بيجيله زعل، بيجيله زهق، حاجات كده. فكل فترة بيجيلي المرحلة العجيبة دي، ومش ببقى عايزة اصور يعني، ببقى متضايقة. بحس ان انا بتعب قوي في الفيديوهات والمشاهدات ضعيفة جدا جدا، ومش عارفة اوصل يعني لان انا اخد منها اي حاجة مادية يعني لحد الآن. فالموضوع بيزعل يعني، ان انا بقالي فترة كبيرة جدا شغالة. انا دلوقتي عندي حوالي 400 فيديو متخيلين على القناة، لان كنت بصور كل يوم كل يوم كل يوم. فبقالي فترة كده جات لي حالة نفسية كده، اللي هو انا لما انا ابقى قادرة اصور هصور، مش قادرة مش مصورة. ف ده سبب غيابي. طبعا انا عندي الثقة في ربنا، وعندي حسن ظن في ربنا وكل حاجة. بس يعني عشان تبقوا انتوا عارفين يعني، انا لما بغيب مثلا ببقى مثلا متضايقه، ببقى زعلانه، ببقى ماليش مزاج اصور اي حاجه اي حاجه من كده. وعلى فكره اليوتيوبرات كلهم بيمروا بهذه المرحله، بالذات مرحله الاحباط يعني، لازم ايه الواحد بيمر بيها يعني. طب هل احنا نيأس؟ نو نو نو، لازم نكمل. لان هو ربنا وعدنا وقال ايه؟ ثم يجزاه الله الجزاء الاوفى، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الله الجزاء الأوفى. فلازم احنا نسعى في الحياة ونعمل اللي علينا، عشان خاطر احنا هنتحاسب على السعي يعني. احنا سعينا ولا لأ؟ عملنا اللي علينا ولا لأ؟ بس طبعا في طنط في السعودية او مكة قالت لي الاسدال بتاعك جميل يا جادة. والله شكرا جدا ليكي. الاسدال ده بقاله 5 سنين عندي. يعني بقاله فترة كبيرة جدا جدا عندي. كان نفسي اشتري اسدال جديد، وما اقولكوش بقى، نزلت السنة دي على قرب رمضان كده، قلت اروح اشتري اسدال جديد. فدخلت عند عمه، قلت له بكام يا عمو الاسدال؟ قال لي ب 400 جنيه. قلت له السلام عليكم ورحمة الله. قال لي مش هتشتري؟ قلت له ان شاء الله ان شاء الله اجيلك ان شاء الله. ده كنت جايباه ب 180 جنيه، ب 160 جنيه، كان عليهم عرض، وكنت جايبه كذا واحد ووزعتهم يعني. كنت جايبه حوالي 3، اديت 2 هدايا، كان عيد ام، في عيد ام اديت واحد هديه واحد هديه، وانا خدت واحد بس. فشكرا يا طنط، لما قلتيلي كده والله جبرتي بخاطري وحببتيني فيه، وحسيت ان انا مش محتاجه اشتري خلاص. لما قلتيلي الاسدال شكله حلو، حسيت ان انا مش عايزه اشتري. بس يا جماعه، هي دي قصه حياتي الليليه يعني. طبعا هنعمله بصوا الفيديو هتلاقوه يعني في كوليكشن يعني، هتلاقوا فطار وهتلاقوا عشاء وهتلاقوا غدا وهتلاقوا نزول. انتوا كنتوا حابين كده، وانا قلت اسمع كلامكم ونشوف الدنيا هتمشي بينا لفين يعني. فانا عن نفسي كنت حابه فكره ان انا خليني اكل بس يعني، ان انا اعمل وصفات
الاكل، بحيث حتى في العنوان بكتب مثلا طريقة البانيه، طريقة الكرنب، طريقة مش عارف ايه. لما بعمل فيديو طويل كده روتين مش ببقى عارفة اكتب العنوان بصراحة. طب ال الفيديو فيه حاجات كتير، فيه تفاصيل كتير، هكتب العنوان ايه؟ فبقيت محتارة يعني عايزاكم تشاركوني، يعني مش عارفة اعمل ايه يعني هل الموضوع ده فعلا يعني عجبكم، هيجيب لي مشاهدات، ولا خليني اكل بس؟ والله محتارة وعايزة اصلي استخارة ومش عارفة اعمل ايه بصراحة. و وعايزه اقول لكم، عارفين لما ببقى مثلا انا، بصوا انا هحكي لكم، هفضفض معاكم بقى، مش لاقي حد اكلمه يا جماعه، الناس كلها ايه نامت، فهفضفض معاكم. كنت بقول ايه بقى؟ مش فاكره عشان البتاع فصل عشان المونتاج. آه، كنت بقول ان انا ساعات مثلا ببقى عايزه اروح مثلا ان انا اعمل في عندنا هنا في اسكندريه بيبقوا عاملين الفطار اللي هو الاوبن بوفيه دوت. حاجات كده. اقول طب ايه، انا هاخد الكاميرا واروح افطر مثلا واصور معاكم وكده. بتكسف يا جماعة، بحس ان انا، طب انا محتاجة حد يجي معايا يعني، وكل الناس اللي حواليا كله مشغول في حياته وعندهم مشاغل. فبقول طب انا هنزل لوحدي، اخش المكان واوبن بوفيه بقى، انتوا عارفين يعني افطار اوبن بوفيه، يعني كل ما تشتهي الانفس. هبقى ماشيه لوحدي كده وماسكه الطبق لوحدي، واقعد انقي لوحدي فبيجي لي كده لو اقعدي يا جيد، اقعدي صوري في بيتكم، اقعدي وخلاص بقى، ايه خليكي قاعده. فساعات والله ببقى عايزه اصور بره وكده، بس بتكسف بقى، اللي هو ببقى لما ببقى لوحدي ببقى مكسوفة، لما بيبقى معايا حد بيشجعني وكده. بس ان شاء الله يعني ابطل كسوف وانزل اصور لكم. طبعا بحب اقعد ارغي معاكم حبتين كده. انا كنت تحت زي ما قلت لكم كده، وبعدين هنتعشوا بقى مع بعض، ونصحوا مع بعض، نفطروا مع بعض، وبعد ما نفطروا نشوف هنعملوا اكل ايه، ولا هنشتري ايه، ولا اليوم هيمشي ازاي. مبسوطة جدا ان انتم في حياتي بتهونوا عليا حاجات كتير قوي. لما بحس كده ان انا لوحدي او مفيش حد حواليا او كده، بحس ان لا، بحس ان كأن ربنا بيقولي ده في ناس، حتى لو مثلا انا عندي حوالي 3500 اللي متابعيني بصفة مستمرة حاجة وعشرين، يعني ببقى حافظة اساميهم من الايميلات يعني. فبقول ايه يعني، حتى لو 20 بني ادم دول بيحبوكي كده من غير مقابل ولا من غير اي حاجة، فدي نعمة وفضل من ربنا، وبحمد ربنا عليها دايما. ان الحمد لله يعني، ان الانسان مش بياخد كل حاجة في الحياة، فاكيد ربنا اداني رزقي في خلال حاجات تانية يعني. بس يلا بقى بينا نشوف الفيديو بتاعنا هياخدنا على فين. ويا رب كده الفيديو يكون كان خفيف، ويكون او كان مش عارفة، هنشوف مع بعض. يلا بينا. طبعا رغيت معاكو لما صدعتكو زمانكو زهقتوا مني. نخش بقى ايه، نعمل ايه، اتعشى بقى، ما انا جعت من كتر الرغي اللي رغيته، جعت بصراحة. حبيت كده بقى ايه، ان أنا اعمل بيضايه. انا لما باكل بيض هي واحده بس، يعني لو مسلوقه واحده، لو مقليه واحده، ما بزودش عن كده. انا بقى بحب احط كده قطعه زبده صغنططه خالص، واول ما بتسيح بنزل كده بالبيضه. انا مش بحب اعمله اومليت، يعني مش بحب اضربه في الطبق واحطه كده ويبقى قرص، ما بحبوش كده. انا بحب كده اضربه العين نفسها انزلها، وافقش العين كده، بيبقى طعمه حلو قوي، تحسي كده بطعم البيض يعني. وحته بقى جبنه بيضه، وايه وشويه شاي بلبن بقى، ما اقولكوش بقى، حاجه كده رائعه، حاجه كده جميله جدا. وبعدين بقى ايه، كنت محتاسه في موضوع الغدا، هنتغدى ايه تاني يوم وكده، ده كله كان بالليل يعني الكلام معاكو و... والعشاء الجميل ده. وبعد كده هصحى الصبح بقى ونخش على المطبخ علشان نعمله ايه، نعمله الغدا. فكان عندي ربع كيلو لحمة مفرومة. وطبعا عايزة اوصل رسالة، يعني ان طبعا الاسعار بقت غالية جدا جدا، وبقت الناس زعلانة ومش عارفين يتصرفوا. فانا حابة اقول ان الرزق اللي ربنا عطيهولك، لو انت كده شطورة هتعرفي ان انت تعملي بيه احسن اكل، واكل حلو، وهتفرحي البيت وكل حاجة. فانا بابا كان جايب نص لحمه مفرومه، قسمناه على ربعين، ربع كناش موجودين، فاخويا عمله برجر، ففتحت التلاجة لقيت ده. طب ده هرميه؟ لا. طب هحط عليه ربع كيلو لحمه مفرومه كمان؟ لا برضو، ما انا هكلف نفسي. طب هتعملي ايه؟ يلا بينا نشوف هنعمل ايه. وهنعمل من الربع ده 16 صوبع كفته، وبجد طريه ومقرمشه وجوسي وطعمها خطير، وما كلفناش ما كلفناش نفسنا اي حاجه.
هنا بقول لبابا ايديك طلعت في الكاميرا، قال لي مش مشكله. هنا بقى تاخدي ربع كيلو اللحمه المفرومه. الطريقه دي حابه ان انا اقولك ان انت ممكن تعمليها بربع بانيه، يعني صدر بانيه عندك، او بربع جمبري. تنفع في الثلاث حالات دول. تمام. رغيف بقى كده بالرده حلوه، او رغيف بلدي، او القلب بتاع العيش الفينو. تمام. هتحطيه كده، هتبليه كده بميه، و وتسيبيه بقى كده لحد ما يعني يدبل شويه. تمام. هنا انا كنت باكل ايه، كنت باكل مستيكه ونسيت اشيلها. انا بعتذر والله يا جماعه، انا اسفه جدا. معدتي كانت تعبانه، وكنت عايزه حاجه تريح لي معدتي شويه او تلهيني عن وجع المعده. بس انا هفتكر على فكره في نص التصوير وهشيلها خالص، فبعتذر جدا يعني ان هو الشكل غير لائق. يعني انا بحب بصوا يا جماعه، انا صريحه وبتعامل على عفويتي وعلى طبيعتي، فعشان كده لما يبقى في حاجه بعتذر يعني. هنا بقى اللحمه بتاعتنا القمر دي حطيت عليها ايه، ملح وفلفل اسمر وشويه بابريكا مدخنه، وحطيت بقسماط ناعم، و... وايه كمان، تصدقوا انا نسيت، عارفين نسيت احط ايه في الاكله دي، انا نسيت احط البصل. يعني انا خلصت الوصفه واحنا اكلنا وعماله اقول ايه، يا بنتي يا جدع، انا حاسه ان الوصفه دي في حاجه انت يعني ما حطيتهاش، وعماله افتكر ايه افتكرت دلوقتي. يا لهوي عليا وعلى سنيني يا جماعه. افتكرت وانا بسجل الصوت. حطوا بصل يا جماعه. عمالين ناكلها طعمها حلو جدا، بس عارفين لما تحسوا ان هي طعمها حلو بس انتوا يعني مش نفس الطعم اللي انتوا بتعمليه، في حاجه مش موجوده. البصل فين يا بنتي يا جاد، البصل فين؟ الحمد لله ما خدوش بالهم. حطي بصل بقى. والله نسيت، تصدقوا. سبحان الله. وطلع طعمها حلو يعني، ما عشان انا كمان حطيت بصل بودره وتوم بودره، فما حسيتش ان انا مش حاطه، فاهمين. فربع اللحمه المفرومه ده حطيت عليه ملح وفلفل اسمر وبابريكا مدخنه، وحطيت بقسماط. احنا بس هنسلق شويه مكرونه عبال ما اقول لكم عملت ايه مع اللحمه يعني. وقطعت بقدونس قطع صغيره كده، ممكن تحطي شبت. وكمان حطي بصله بقى، افرمي بصلايه حلوه كده في الكبه وحطيها. تمام. انا معرفش نسيت ازاي. وهنحط بيضه، بس زي ما بقول لكم الطعم ما اتغيرش قوي، لان انا كنت حاطه بصل باودر، فاعتقد ده اللي خلاني ما احسش قوي. انا حسيت وانا بسجل معاكم الصوت، لان انا ببقى وانا بسجل ببقى شايفه بقى المكونات قدام عينيا، فاهمين قصدي. هنا بقى العيش اللي احنا كنا بلينه مع بعض، ببتدي ان انا امسكه بايديا كده واصفيه من الميه خالص، وبعد كده احطه كده على ايه، على الكفته بتاعتي. طبعا ده بقى بيكتر معاكي الكميه، بيديكي قيمه غذائيه، بيوفر معاكي، وحاجه كده اقتصاديه وزي الفل. تمام. نقول تاني بقى. ربع اللحمه المفرومه حطينا عليه ملح وفلفل اسمر وبابريكا مدخنه، وحوالي من معلقتين ل3 معالق بقسماط ناعم، وحطينا بيضايه، وحطينا بقدونس قطعناه قطع صغيره، وكمان هنحط بصله مفرومه. حطي البصله اللي انا نسيتها، حطيها انتي. وكمان هنعمل ايه تاني، وهنحط كمان رشه بيكنج باودر صغيره عشان تبقى هشه كده وتدينا طراوه كده من جوه. تمام. طبعا احنا عايزين نوفر في البيض ونوفر في البقسماط، فانا هستكفي بالطبقه دي بس، يعني انا هحط كل حاجه جوه اللحمه ومش هعمل كفر، مش هعمل اي كفر، لان طبعا انتوا عارفين البيض غالي والبقسماط غالي. بصوا انا ساعات في القناه بعمل كده، وساعات بعمل كده عشان اوصل ان انا مش كل الناس اللي بتتفرج عليا طبقه كبيره يعني، فاهمين. طبقه يعني غنيه يعني. في طبقه متوسطه، في طبقه مفيش خالص، فلازم ان احنا كده ايه نراعي الكلام ده. فلازم نعمل كده وصفات اقتصاديه، يعني لو انت معكيش مثلا غير الامكانيات دي تقدري تعمليها، ونعمل وصفات مكلفه عشان الناس اللي هي بتحب تخدم الحاجه، فبنعمل كده وبنعمل كده. تمام. هنعجن بقى اللحمه المفرومه كده كويس جدا جدا جدا، بس كده اسهل حاجه يعني. هتعملي بقى نقطه زيت في ايدك كده، وتبداي بقى ان انتي ايه تصبعي الكفته، كانك بتعملي بقى كفته رز، بتعملي كفته بالبقسماط، تعملي مش عارف ايه كده. انا زعلت قوي اني نسيت البصل. يلا مش مشكله. اكيد ملناش نصيب ناكل الكفته فيها بصل. عايزه اقول لكم بقى الطريقه دي، لو انت عندك صدر بانيه هتعملي نفس اللي انا عملته ده، بس هتعمليه في الكبه بقى، ممكن الكلام ده كله تعمليه في الكبه برضو، مفيش مشكله. ايه تاني،
كنت هقول لكم ايه، الجمبري ممكن تجيبي الجمبري ربع برضو تقشريه وتضربيه في الكبه ونفس الكلام ده. بس بقى الجمبري ممكن الجمبري والبانيه نحط معاهم رز مطحون، هيبقوا طعمهم تحفه. هعمل لكم الكلام ده في القناه ان شاء الله. فالحاجات دي بتبقى موفرة، بتجيبي ربع بس بيفرط معاكي بقى، بيفرط معاكي الكمية، سواء الرز او العيش بيبقى قيمة غذائية وبيعمل معاكي كمية كبيرة، وبتبقى طعمها حلو قوي، وتقدري تعمليها بقى جنب رز، جنب مكرونة، جنب اي حاجة يعني. بصوا، صبعيها بقى كده ايه رفيع خالص. انا ما خلصت الكمية خلاص، وجيت عامله حوالي 16 صوبة. بروح بقى ايه بكيسهم كده، وبحطهم بقى في الرف الاولاني في التلاجة علشان يتشمعوا، عشان لما نيجي نحمرهم يبقوا ايه زي الفل كده. كده بقى احنا رايحين على التلاجة كده اهو، عشان نحطها ايه في الرف الاولاني كده. تمام. بصوا التلاجة بتبرق ازاي، لسه منضفاها. لسه منضفاها من كام يوم. هنا الزيت اللي كنت بقولكوا عليه اسمه اكلة، الازازة ب60 جنيه، بس موفر جدا وعجبني الصراحة. يعني الازازة كانت يعني فيها بركة غير الازايز التانية. ف لو لقيتوها هاتوه. هنا بقى ايه كانت الازازة خلصت، فقلت بقى ايه لا اعبيها كده. بحب قوي الازايز اللي هي الزياتات والحاجات دي، بيبقى شكلها شيك، ولما بتيجي تحطي ما بيتدلقش منك وحاجات كده يعني. لو لسه بتتفرجي عليا لاول مره، انا اسمي غاده، وبيقولوا لي غدغوده ودودو وكل اللي انت عايزاه. ما تنسيش تفعلي الجرس الكلي عشان يوصلك كل جديد. كنت هقول لكم صحابي وانتوا صحابي برضه. متابعين الجمال، اللايك والكومنت والشير علشان قناتي تكبر بيكم كده ان شاء الله. هنا بقى المكرونه بتاعتنا اللي اتسلقت، حطيت عليها حته سمنه صغنططه خالص 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 خالص، ساعات بحط زيت يعني، ورشه فلفل اسمر، لزوم بقى ايه ان هي تبقى مية مية كده. هنا بقى نيجي نعمل شويه الصلصه بتوعنا. شويه زيت وتوم مفروم، بس انا في تكات كده صغنططه بعملها يعني. لقيت بقى فلفل الاحمر القمر ده في الفريزر. لما نضفت الفريزر بقى ايه بستكشف استكشافات في التلاجة، تقعدي تستكشفي بقى اللي باظ وترميه واللي مش عارف ايه وكده. الحماس بتاع النظافة جالي من كام يوم كده، فقمت نضفت التلاجة كلها بصراحة. هنا بقى حطيت الزيت والثوم، وحطيت كمان فلفل حامي، واول كده ما بيحمروا معايا بنزل بمعلقتين صلصه حلوين. دي بقى التكايه اللي بحب احطها قوي في المكرونه، معلقه كزبره ناشفه كده على الصلصه وهي بتتشوح كده. ما اقولكوش بقى ريحه الصلصه دي بتبقى قلبه المنطقه كلها، بتفرق قوي في الطعم. جربي وهتعجبك قوي. ونزلت بقى كده ايه بتلات طماطمات كده، كنت ضربهم في الكبة كده، وحطيت عليهم بق مية وسبتهم كده ايه على الصلصة. هنبتدي بقى نحط الحاجات بتاعتنا الحبشتكنات، اللي هي عبارة عن ملح وسكر وفلفل اسمر وبابريكا مدخنة فقط لا غير. وما تنسيش رشة الكزبرة في الاول، هتديكي تيست عالي جدا جدا جدا. طبعا بشكركم على كومنتاتكم الجميلة. عايزاكم بقى ايه، انا بقالي يومين مختفية عن اليوتيوب، طبعا اكيد كده حسيتوا قد ايه بفراغ يعني من غيري. فكل بقى اللي حس بفراغ يحط اللايك ويثبت وجوده كده، ويحط لي كومنت حلو يقول لي ان انا ايه وحشتكم يا جماعه ولا ما وحشتكوش، ولا بطل اصور ولا ايه يا جماعه. انا مش عارفه الايام دي جاي لي حاله كده ان هو ايه، بنتي يا غاده انزلي دوري على شغل وسيبك من المجال ده. كل فتره بتجيلي ايه حاجات كده يعني. هنا بقى هعمل شويه سلطه حلوين كده بقى ايه. بصوا، انا عندي استعداد احشي كرومبتين بس ما اعملش سلطه. ليه يا جاد؟ مش عارف، ما بحبش الحاجات اللي بتاخد وقت يعني، ما بحبش امسك حاجه وافضل اقطع اقطع اقطع. بس بابا بقى بيحب السلطه جدا، فقلت بقى افرحه واعمل له سلطه يعني. بيفرح قوي لما بيلاقي طبق السلطه. بابا بيحب قوي الخضار والفاكهه، بيحب الحاجات الصحيه، وانا بحب كل الحاجات اللي مش صحيه. كده يعني. بس النهارده غصبت على نفسي واكلتها عشان خاطر معدتي تبقى كويسه، وعشان بشرتي وحاجات كده يعني. طبعا عشان اكلها حطيت عليها ايه ملح وفلفل ومش عارف ايه وشطه، وعشان اعرف اكلها يعني. تحطي بقى كل الخضروات اللي عندك تقطعيها وتحطيها كده، بتطلع طعمها تحفه. طبعا شايفين الطرحه مبلوله ازاي، لان طبعا طول ما انا واقفه في المطبخ بغسل ايدي 100,000 مره في الثانيه. يعني مثلا انا قطعت الخيار تلاقيني شطفت ايدي ورجعت، بصي الطماطم هروح افصل واشطف ايدي وارجع. مش عارفه في ايه بصراحه. بس كده.
عايزاكم بقى تشجعوني كده، عشان ساعات كده الواحد والله يا جماعة الموضوع بتاع التصوير ده والحاجة المجال ده متعب جدا، يعني مش زي الناس ما متخيلة. متعب قوي ان انت بتصحي بدري وبتفكري في الفيديو وبتدوري على افكار جديدة عشان الناس ما تزهقش، وبتبقي مثلا ممكن تبقي تعبانة ومرهقة وتقومي وتاخدي مسكن عشان تقفي وتصوري. آم، بياخد وقت ومجهود ومواعين وحاجات كتير قوي. فبنبقى احنا بقى ايه لما بننزل الفيديو، الحاجة الوحيدة اللي بتفرحنا لما الفيديو بقى يرتفع، لما نلاقي مشاهدات الفيديو عالية، لما نلاقي كومنتات جميلة، ده اللي بيخلينا نقوم تاني وتالت ورابع حتى واحنا تعبانين. فشجعوني بقى كده شويتين تلاتة كده، عشان الكسل ايه ماسكني اليومين دول. طلعتوا الصيفي والشتوي ولا لسه؟ بصوا انا بسجل معاكم الصوت وبفكر ان انا اقوم اعمل هذه العملة يعني، وفي نفس الوقت مش حاسه ان انا لو عملت كده هقول لي ايه يا لهوي. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا ليه بيحصل فيا كل ده؟ حاسه ان انا هغني الاغنيه دي وانا شغاله يعني. فامبارح او اول امبارح كنت نازله، انا صيفت من زمان بس ما نزلتش الصيفي. بشده من الدولاب من فوق بالبلوزه مثلا واكويها واغسلها وكده والبسها. فبصوا الاوضه بقى ما اقولكوش صيفي على شتوي على فرح العمده. عارفين امي مسافره وهعمل حفله، بس يا ريت ما تجيش على غفله، الاوضه كده بالظبط. شفتوا بقى الخضروات حلوه ازاي؟ بصوا الالوان والطعامه والشياكه. كمان لو عندك بقى بنجرايه كده حلوه حطيها. اي حاجه بقى، فلفل الوان، كل اللي بتحبيه حطيه. فبفكر بقى ان انا ايه اطلع الصيفي والشتوي، وما ننساش واحنا بنطلع الصيفي والشتوي الحاجات اللي ضاقت علينا، والحاجات اللي احنا بقالها 200 الف سنة في الدولاب وكل سنة نقول هنلبسها وما بنلبسهاش، نحطها كده في كيسة حلوة، تغسليها وتحطي دوني وتطبقيها تطبيقة حلوة وترشي عليها برفان وتطلعيها ايه الحاجة قبل ما توصل في ايد الناس هي بتوصل في ايد ربنا الاول. فلازم كده تبقى الحاجة ايه، وتطلعي الحاجة ولا مقطوعة ولا مخرومة ولا فيها اي حاجة ايه وحشة. تمام كده، تعتبري ان الحاجة دي كأنها جايالك. هنا بقى السلطة بحط عليها تركاية كده، بجيب 3 4 مكعبات تلج وبحطهم على السلطة. هتفضل معاكي السلطة فريش وجميلة ومتتبلش منك ابدا. التلج ده بيخلي السلطة كأنك لسه مقطعاها دلوقتي. يعني لو عملتي الحركة دي مثلا وحطيتيها في التلاجة وسبتيها، تبقي كأنك لسه مقطعة الخضار دلوقتي حالا، تخلي الخضار فريش. طبعا هنا بقى في زيت غسير سخن كده ابتديت ننزل بالكفتة بتاعتي، وبعد كده بخلي النار على وسط لحد ما تحمر معايا، والصلصة بنزلها على المكرونة وادي تقلبتين. وما اقولكوش الريحة كانت عاملة ازاي في المطبخ، حاجة كده ما اقولكوش بقى، حاجة تحفة تحفة تحفة. ماشي، هنقلب بقى تقلبتين. فزي ما بقول لكم كده نحاول ان احنا واحنا بنطلع الحاجه نعمل كيسه كده جميله كده نطلعها لله. دي بتبقى من اسعد اللحظات في الصيف والشتوي بصراحه، ان انت تحسي كده ان انت رحتي فرحتي حد. تبصي كده على الكوتشيات بتاعتك، الكوتشي مثلا اهم حاجه ما تبقاش حاجه مقطوعه او حاجه بايظه، يعني لازم الحاجه كانك بتطلعيها لنفسك، او تشوفي انا لو جالي حاجه زي كده هلبسها ولا مش هلبسها. لو لقيتي نفسك قرفانه منها ومش هتلبسيها، ما تطلعهاش ابدا. تمام. لكن لو انت حسيتي ان انت متقبلاها تطلعيها على طول. بصوا بقى الكفته طريه ازاي، مقرمشه من بره وطريه من جوه وجميله جدا جدا. انا بحب بقى اغطيها بطبق كده عشان تفضل طريه، لان خلي بالكم الحاجات اللي بيبقى فيها عيش وحاجات كده ممكن تنشف او تجلد منك. فتحاولي تاكليها طازه فريش وتغطيها كده البخار ده بيطرهنا، فبيخليها طريه من جوه مقرمشه من بره. وجرفنا المكرونة بتاعتنا كده، وكان فيديو كده بسيط خفيف. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم كده، واكون دايما عند حسن ظنكم. ده الاكل بتاعنا النهاردة. بصوا عايزاكم تجربوا الكفتة دي وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، انا واثقة ان هي هتعجبكم. اللهم اجعلني خيرا مما تظنون، واغفر لي ما لا تعلمون. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصبحوا على خير.